ومن وأنا صغيرة وأنا بانية لنفسي كده عالم أنا باحبه، فأنا خلاص أنا مكتفية بالعالم بتاعي، مكتفية بنفسي، حاجات بتبين العالم الخارجي إزاي، أوقّف تفكير في دماغي. بقى لي شوية حلوين من ساعة بداية السنة دي وأنا ما بانزّلش فيديوز على اليوتيوب. هو أنا لابسة دي ليه؟ عارفة بقى لي شوية حلوين متأخرة عليكم من بداية السنة دي وأنا مش باصور على يوتيوب، وده بسبب إن في حاجات مؤخرا بتحصل أنا باتعلم منها، هي حاجات وحشة. جت فترة أول ما الحاجات الوحشة دي بتحصل كنت بحاول أهرب منها من النوم. أنا كده لما بلاقي إن في حاجة وحشة مضايقاني أو بتحصل في حياتي بهرب منها من النوم. أنا بهرب من أي حاجة وحشة بتحصل لي بالنوم. وبنام كتير، بنام كتير قوي قوي قوي، يعني ممكن انام يوم كامل بس عشان اهرب من حاجة وحشة بتحصل في حياتي او حاجة انا مش جاهزة اصلحها او اني اتعامل معاها. خلاص انا بهرب بالنوم. دي طريقة هروبي من اي مشكلة عموما، اني بنام. صحيح انا كنت قايمة البس عشان اصور معاكم الفيديو ده، بعدين قلت ليه البس يعني، انا بكسل جدا ان انا اقوم البس عشان اصور ومش عارفه ايه. احنا صحاب مفيش بينا الحاجات دي، فعادي تشوفوني باي منظر عادي. انا باكل رز بلبن بالفواكه مع اني عندي برد ومفروض ما اكلش رز بلبن لانه هيزود البرد، بس انا بعشق رز بلبن خصوصا كمان لو عليه فواكه، ما بقدرش اقاوم. فانا الفتره الاخيره من حياتي مع بداية السنة كنت بعمل ايه؟ كنت ببقى اللي هو انا عايزة عشان اوقف تفكير في دماغي، مش عايزة افكر في الموضوع او في المشكلة دي، فانا ببقى عايزة اروح من الشغل على طول انام، مش عايزة اعمل حاجة تانية غير ان انام، وبعدين اروح تاني يوم الشغل، وبعدين ارجع من الشغل انام، وبعدين لحد ما بقى خلاص مفيش فايدة، انت لازم كده كده هتواجه الموضوع. الفكرة ان انا بكره اي بيئة توكسيك انا ببقى موجودة فيها. انا جبت مايك امسكه عشان حاسة ان في صوت تحت في الشارع فممكن يطلع لكم في الفيديو، فعاوزة صوتي بس اللي يكون طالع، فبقرب المايك من بقي. المهم خلينا نرجع للكلام اللي كنا بنتكلم فيه. كنت بقول لكم ان انا مش بحب البيئة التوكسيك او البيئة اللي فيها دراما او فيها حاجات من تحت لتحت. انا لما بلاقي شخص يعني حد مثلا من اصحابي او اي شخص او اي بيئة او مكان انا هكون فيه هيكون بالطريقة دي، انا بيبقى في ايدي ان انا اتحكم في ان خلاص انا هبعد، اقطع مع الناس دول كلهم اللي مثلا عاملين دراما او بيتعاملوا بطريقه انا مش حباها، فخلاص انا في ايدي ان انا اخرج. مش بحب انا ان اتعامل مع اشخاص كده، عشان كده بقفل الصفحه على طول، لاني مش عايزه طاقتي تتاثر، مش عايزه احس بسلبيتهم طاقتهم السلبيه، مش بحب ده. فكره برضو اني انا مثلا كنت قايله لكم قبل كده، مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس انا كنت دايما يعني ماما، انا كنت اول طفله لماما، فماما كانت قافله عليا قوي، وانا شخصيتي برضو من النوع اللي هو انا حبيت القفله دي. انا ما بخرجش كتير، دايرتي صغيره، ما بحبش اني اتعامل مع ناس كتير. يعني انا لو في يوم اتعاملت مع ناس كتير قوي في اليوم انا ببقى مروحه البيت طاقتي زيرو، لازم اخد وقت مع نفسي لوحدي عشان اعرف اشحن واعرف اني احاول ان اكون اجتماعيه تاني او ان اتعامل مع الناس تاني، لان زي ما قلت لكم ماما كانت قافله عليا من وانا صغيره، وانا كان كل المجتمع بتاعي من وانا صغيره كان المدرسه والبيت والدروس بس. اصحابي اللي بلعب معاهم ولاد عمي، وانا كنت بحب ان اقعد لوحدي، واتعودت ان اروح اعمل كل حاجه لوحدي، اروح المدرسه لوحدي، اجي من المدرسه اروح الدروس لوحدي. فانا من وانا صغيره انا بحب اني اكون لوحدي، ومن وانا صغيره وانا بانيه لنفسي كده عالم انا بحبه، فانا خلاص انا مكتفيه بالعالم بتاعي، مكتفيه بنفسي. كان بالنسبه لي خلاص انا مش محتاجه اي حاجه تاني، انا بحب جدا اني اقعد لوحدي. كنت هاديه قوي، يعني ممكن تلاقيني وانا صغيره لحد دلوقتي قاعده ساكته، بس انا جوايا في حاجات كتير جدا بتحصل. انا من وانا صغيره كنت بانيه لنفسي عالم كده كان مليان الوان وحاجات، كان عالم حلو جدا. كنت اللي هو خلاص انا ببقى لما اروح مكان انا عايزه اروح بقى، او اني اروح مكان فانا اقعد لوحدي، او لا بقعد العب مع الاطفال اكيد، بس انا بلعب معاهم شويه بعدين بازهق واقعد لوحدي بس ساكتة، اقعد بس كده، ممكن اقعد اتأمل المكان حواليا. الفكرة ان انا من وانا صغيرة كنت برسم المكان، يعني انا اشوف مكان برسمه بطريقة ما في دماغي ان هو يكون بطريقة ان يكون شكله حلو. يعني انا كنت بدور على الجمال في المكان اللي انا ببقى رايحاه، واقعد اقول الله العالم، يعني بجد انا كنت بدور على الحاجات الجميلة من اي مكان انا كنت بروحه عشان اقعد اعمله في دماغي وبشوفه بصورة ما جميلة قوي. يعني يمكن المكان مش جميل كده بالنسبة لشخص تاني، بس انا بشوفه بطريقة ما جميلة.
فأنا عندي الطاقة دي، وعندي اللي هو الإيجابية دي، إن هو كل الأشخاص في العالم بتاعي أو في دماغي هم ناس كويسة. كان بالنسبة لي باشوف الأشخاص بجد بطريقة كويسة جدًا، خصوصًا كمان اللي هو الناس الأكبر مني كنت باشوفهم برضه اللي هم أنتم صح دايمًا، ولازمًا تكونوا كويسين، أكيد أنتم كويسين، أكيد ما فيكوش حاجة وحشة. وأنا ما كنتش باختلط بالناس كتير، ما كنتش محتاجة إني أختلط، لإن كان في صورة معينة في دماغي للأماكن، للأشخاص أنا كنت بانياها في دماغي في العالم بتاعي. أنا بجد أنا العالم بتاعي ده والصورة اللي كنت بابُص لها للعالم كانت حلوة أوي. يعني حتى بعدين لمّا كبرت شوية بعدين عرفت إن إزاي أرomanticize حياتي، وعرفت مصطلح إن أنا أرomanticize حياتي ده أصلًا. قعدت أفكر كده شوية قُلت إيه ده! أنا بجد من وأنا صغيرة وأنا بارomanticize حياتي، وأقعد أبُص على الأشجار. أنا من وأنا صغيرة باعشق الأشجار، باحب شكل الأشجار جدًا، وباحب إن أنا أبُص على الشجرة دي وألاقي إنها شكل معيّن، وابُص على الشجرة دي ألاقيها شكل تاني. وباحب جدًا شكل الأشجار والزرع والورود، وباحب الجو اللي هو بيكون فيه هوا. فمن وأنا صغيرة وأنا واخدة صورة عن العالم وصورة عن الناس، وعشان أنا ما باختلطش بالناس فخلاص هي الصورة دي ثبتت في دماغي لحد أمّا كبرت. عارفين الشخص لمّا بيبقى مقفول عليه وبعدين بيبدأ اللي هو خلاص يالّا أنت لازم تطلع، يعني هو مقفول عليه سنين كتير وبعدين يفتحوا له الباب، اخرج بقى. اتعامل مع العالم الخارجي ده. يعني أنا كان already عندي عالم حلو جدًا، وأنا اللي كنت مختارة إن العالم بتاعي أشوفه بالنظرة دي. أنا من وأنا صغيرة وأنا عندي طاقة إيجابية، وباحس إن الحياة حلوة جدًا وإن ربنا مدينا نعمة حلوة أوي، وأنا اللي كنت باختار إني أعيش يومي بالطريقة الحلوة اللي في دماغي دي. شوية بشوية بدأت تحصل حاجات وحشة كتير، حاجات بتبين العالم الخارجي إزاي، بدأت أشوف العالم برّه عامل إزاي، الناس مش زي ما كنت شايفاها. الحاجات الوحشة دي بدأت إنها تشوِّش على الرؤية أو الصورة اللي أنا واخداها الحلوة، فاهمينّي؟ والحياة تبدأ تدّيك هوب، 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 مشاكل، 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 حاجات وحشة، حاجات وحشة، حاجات وحشة، حاجات وحشة. فخلاص أنا نسيت من كتر ما أنا بافكّر في الحاجات الوحشة وفي المشاكل دي، ودماغي دايمًا بافكّر فيها ومشغولة فيها، وبقيت بادخل في الحتّة دي. أنا بدأت أنسى العالم بتاعي والصورة الحلوة اللي أنا واخداها أو اللي بابُص لها للأمور وللأشخاص وللعالم أصلًا. أتمنى إن حد يكون فاهم أنا أقصد إيه، لإن أنا الشعور اللي جوايا ده أنا ما كنتش فاهماه غير قريب. بدأت الطاقة السلبية والتشاؤم بدأ يسيطر عليَّ. العياط ما كانش بيفارقني، صدمة دايمًا، واللي هو إزاي ده بيحصل لنا، إزاي العالم خارجي وِحِش أوي كده. بس ده كان مطلوب، يعني هو أنا هافضل لحد إمتى عايشة في الbubble بتاعتي دي والعالم بتاعي ده، وده مش دي الحقيقة، دي مش حقيقة العالم خالص. النظرة اللي أنا باشوف بيها العالم دي مش الحقيقة. أنا بجد كنت delusional جدًا، اللي هو أنتِ عايشة في أوهام. فأنا وقتها خدت الصدمة بجد. أنا فاكرة إن أنا ما كنتش عارفة أنام وباعيط بس. وده كان طبيعي يحصل لإني أنا باقول لكم إن أنا كان مقفول عليَّ خالص، وكنت عايشة في العالم بتاعي وشايفة العالم بصورة مش حقيقية خالص، فطبيعي إن ييجي وقت ويحصل ده. هل أنا اتعلمت؟ يعني الصدمة دي خدتها، بس أنا اتعلمت حاجة من اللي حصل ده؟ لأ. لمّا موقف يحصل لك وأنت ما تتعلمش منه حاجة، الموقف ده هيتكرر في مواقف مختلفة أو مع أشخاص مختلفة لحد ما تتعلم. هو ربنا بيعمل ده عشان أنت هتتعلم منه حاجة، لازم تتعلم منه حاجة. ما اتعلمتش خلاص هيفضل كده يتكرر، 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 بس في حاجات مختلفة، في أشخاص مختلفة، مواقف مختلفة، لحد ما تتعلم الدرس اللي المفروض أنت تتعلمه في الوقت ده. يعني مثلًا أنا، يعني هل أنا كنت أتمنى إن ماما ما تكونش قافلة عليَّ ده أوي كده؟ لأ برضه، أنا برضه شخصيتي من النوع اللي هو أنا باحب العالم اللي أنا كنت عايشة فيه. بس حتى برضه يعني أنا اتّاخدت كده فترة في حتّة وحشة أوي، طاقة سلبية، تفكير سلبي، عايشة بقى في دور الضحية، واللي هو أنا في الحالة دي بسببكم. كانت حالتي بائسة تمامًا، لدرجة إن فكّرت في أفكار وحشة خالص، فكّرت في أفكار وحشة جدًا لدرجة إن ممكن أأذي نفسي، اللي هو أنا رُحت في الحتّة دي. يعني أنا ما باحبش أتكلّم في الجزء ده أو أي حاجة خصوصية ليها علاقة بيّا عمومًا بصراحة، بس أو إني أشارك قصتي أوي. أنا ممكن أقول لكم بس الحاجة اللي أنا استفدت بيها أو الموقف اللي أنا مرّيت بيه، فاستفدت منّه في حاجة أو ممكن يفيد حد تاني. بس أنا مش عايزة أقول ده بس. ممكن الفيديو ده يكون حد يكون محتاجه فعلًا يشوفه، يمكن كان بيمُر بفترة زي اللي أنا كنت بامُر بيها، فممكن الفيديو ده يهوّن عليه شوية ويعرف إن هو ما كانش لوحده، وإن أنت كمان تقدر إن أنت تطلع منها. وما بقيتش أقعد مع نفسي خالص، مع إني كنت باحب جدًا إني أقعد مع نفسي، بس أنا لو قعدت مع نفسي أنا كنت هافكّر في حاجات وحشة كتير، فكنت باهرب.
يا اما بالنوم، يا اما اني اخرج مع اشخاص حتى لو مش حباهم، انا بس عايزه حاجه تشغل دماغي، مش عايزه اقعد مع نفسي خالص، مش حابه اسمع نفسي، مش حابه اسمع الكلام اللي جوايا. لحد ما في يوم كده شفت فيديو لشخص ما كان برضه بيحكي عن معاناته، كانت الى حد ما مشاكله شبه مشاكلي، كنت بشوفه على اليوتيوب. برضه انا كنت بحب جدا ان اقضي وقت على اليوتيوب، فكنت بشوف فيديو لحد مر بحاجات شبه الى حد ما حاجات انا مريت بيها، وعرف انه يسرفايف. يعني هي عرفت انها تسرفايف. انا وقتها انبهرت طبعا، واللي هو قلت ايه ده في ناس بتمر بنفس الحاجات اهو، وعرفوا انهم يسرفايفوا. انا مش لوحدي، واني اللي انا فيه ده مش مبرر، او مشاكلي اللي انا فيها دلوقتي دي مش مبرر، او اللي بفكر فيه ده مش مبرر ان افضل في الحالة دي كتير. انا مكنتش عاجبني حالتي خالص، كنت عايزة اعمل اي حاجة، بس في نفس الوقت مش عارفة اعمل ايه. في نفس الوقت انا كنت حاطة في نفسي في حتة اللي هو مفيش امل، بس الفيديو ده اداني الامل اللي انا شفته ده وقتها. حتى وقتها مسكت ورقة وقلم، ومن هنا بقى بدأت اجورنال اكتر. انا كنت بجورنال بس ما كنتش بجورنال قوي، يعني من وانا صغيره كنت بحب ان انا جورنال، بس انا عندي تروما مع الجورنالينج، فما كنتش بكتب كتير. كنت بكتب لما خلاص بقى انا هنفجر، بسمع اللي هو الكتابه بتريح كتير جدا، وكنت عارفه ان اوريدي هي فعلا بتريح عشان جربت، فحلوه. بس انا خايفه او مش عايزه حد يقفش الورق اللي انا بكتبه، محتاجه ان انا فعلا امسك ورقه وقلم وابدا اصلح، اشوف انا محتاجه ايه يتغير وايه يتصلح، وابدا اشتغل عليه. هنا الفيديو ده فتح لي حاجات كتير، وخلاني احاول اشوف انا عايزه ايه واعمله. اول حاجه، انا ما كنتش عايزه افضل في التفكير الوحش ده والطاقه السلبيه الوحشه ديت، وعايزه اتخلص من العقليه بتاعتي دي. بدات افتكر زمان انا كنت قبلها عامله ازاي. حتى في مره انا فاكره اني رحت كلمت هنا اختي وقلت لها انا مش فاهمه انا دماغي حصل فيه ايه، انا رؤيتي للعالم بقت فيها ايه. انا كان ليا نظرة حلوة قوي للعالم، وكان ليا طريقة حلوة قوي بشوف بيها العالم، مش بالطريقة السوداوية اللي انا بشوفها بيها دلوقتي. كنت بقولها انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل. كنت مفكرة وقتها عشان انا بكبر، مش فاهمة ليه ربطت الموضوع كده، بس انا ربطت ان هو كل ما بكبر كل ما انت هتفقد الرؤية الجميلة اللي بتشوفها من وانت صغير، او اللي انت بنيها للعالم من وانت صغير. بعدين بقى ايه، لما مسكت بقى ورقة وقلم قلت انا في ايدي ان انا ارجع برضو للعالم ده، بس مش بالطريقة الساذجة اللي انا كنت فيها. لا، انا هقدر ان انا اعمل برضو العالم بتاعي، بس اقدر احمي نفسي وابقى فاهمة العالم بره عامل ازاي. بدأت افهم نفسي اكتر، بدأت افهم انا ليه اتحطيت في الحتة دي اكتر، وبدأت اكتب اسباب، بدأت اكتب انا اعمل ايه عشان اتخلص من الحاجة دي، او من الطريقة او العقلية اللي انا فيها دي. بدأت ان انا اطلع مثلا ناس مش حابة وجودهم في حياتي، بس يعني انا عارفه ان مش حابه وجودهم في حياتي، لاني مش عايزه اقول لهم اللي هو خلاص انا مش حابه ان احنا نتكلم مع بعض تاني او يكون في ما بيننا تواصل تاني. لا، انا في ايدي ان اقول لا. انا ما كنتش بقول لا لاني انا كنت شخص اصلا ما بحبش اقول لا لحد. اللطيف السلبي ده اللي هو ما بحبش يقول لا لحد. طب ما لا، فيها ايه؟ هل هم يستاهلوا ان يتقال لهم لا؟ يستاهلوا ان يتقال لهم لا. حتى لو ما يستاهلوش ان يتقال لهم لا، بس انا مش حابه ان يكون في ما بيننا تواصل، فخلاص بدأت أقرأ كتب أكتر تفهمني نفسي أكتر، وتفهمني إزاي إنه العالم بره كده، وأنا المفروض أتعامل معاه إزاي أصلا. وبدأت أفكر اللي هو أنا ليا العالم بتاعي بس لا، أنا دلوقتي واعية أكتر أو مدركة أكتر العالم بره عامل إزاي والناس عاملة إزاي. هو الشخص اللي بيكون مقفول عليه نتيجته بتبقى إيه، هو كده كده بيروح في حتة وحشة، يا إما بيفضل. وبيبقى هنا بقى في حل من الاتنين، أو في طريق من الاتنين، يا إما بيفضل في الحتة الوحشة دي، يا إما بيدرك إنه ما يستاهلش إنه يكون في الحتة الوحشة دي، يرجع للحتة إلى حد ما مستقرة، أو إلى حد ما بعيدة عن الحتة الوحشة اللي كان فيها دي. أتمنى إن يكون كلامي make sense ليكم، لأن مش حاسة إن الكل هيفهمني، بس أنا عايزة أتكلم في الموضوع ده. وهيفضل الوحش. يعني أنا كنت مفكرة إنه خلاص أنا بقيت شايفة الصورة الأكبر للعالم اللي بره، فاهمة شوية، فاهمة أكتر من الأول عما أنا كنت فاهمة. لكن احنا طول ما احنا عايشين هيقابلنا حاجات، مواقف، دروس. احنا كده كده عايشين عشان نتعلم. فكل فترة بلاقي اللي هو في ليفل اكبر، فادركت اللي هو انا طول ما انا عايشة انا هفضل اتعلم، وهفضل هيجيلي حاجات تصدمني وهتعلم منها. أه لازم اقوم اشوفكم الفيديو الجاي.